احنا مش عيال صغيره، احنا مش عيال صغيره عشان يتم التعامل معانا بالمنظر ده، ان احنا نسوح الجمهور وننزل بيان في التاني في التالت ويبقى في طرمخه. فانا المفروض اصدق، فانا المفروض انا تاكلوني تطور عايزين تنيمونا ننا. ما لا، مش هننام ننا، احنا ما بننامش. يعني احنا مفوقين ومبحلقين في كل حاجه انتوا بتعملوها، شايفين كل حاجه انتوا بتعملوها، شايفين الكلام اللي بيتقال اشاعات، وشايفين الكلام اللي بيطلع من البيانات الرسميه بتاعتكم، وشايفين الاستوريات بتاعت اللعيبه، وشايفين موقف القناه مثلا مش عارف ايه، شايفين كلام شوبير، شايفين كلام ده، شايفين كلام ده، شايفين كل الدنيا دي كلها. احنا مش نايمين والله العظيم ثلاثة، ولا نايمين ولا دماغنا مسوحانا، واحنا واخدين بالنا انتوا بتعملوا ايه كويس، ومفنجلين عيننا قد كده على كل حاجه انتوا بتعملوها، على كل كبيره صغيره بتحصل في النادي. من كام يوم طلع اشاعه ان في حصل شد وضرب ولخبطه في الفرقه، في تمرين كانوا بيتمرنوا واتخانقوا مع بعض. مين اللي اتخانق الله اعلم، بس هو طلع ان كان في لعيبه بتتخانق، واكتر حد اتذكر اسمه كان عمر كمال، مع ان ما اتذكرش اسمه كتير قوي، وانا كنت متابع الحوار ده. طيب احنا اتعاملنا مع الموضوع على انه اشاعه، ان الحوار اللي حاصل ده واللخبطه اللي على النت دي اتعاملنا معاها على انها اشاعه، لان مفيش حاجه صدرت من الصفحه الرسميه. طالما مفيش حاجه صدرت من الصفحه الرسميه يبقى الموضوع ده اشاعه، لان احنا المفروض بنتعامل معاكم وبتتعاملوا معانا على ان كده في شفافيه كده في النص، في شفافيه في المعامله. بنقول احنا بنعمل كذا، احنا عاقبنا اللاعب كذا، اللاعب كذا عمل حاجه فرحلناه، فمش عارف ايه. المفروض ان في شفافيه ما بيننا وما بينكم، تمام؟ او ما بين الاداره وما بيننا يعني، بس هتفرق يعني في المعنى. فبتعرفونا على كل حاجه، فمعنى ان انت ما تتكلمش وتنزل بيان ان في فعلا لعيبه اتخانقت او مش عارف ايه فانت هتعاقب، معنى ان انت ما نزلتش بيان بالمنظر ده يبقى فعلا ما فيش حاجه تستدعي ان انت تنزل بيان. وكده كده انت مش اول ولا اخر مره يطلع عليك اشاعه كذب يعني. فكده كده حصل حاجات زي كده كتير، وطلع عليك اشاعات كتير قبل كده، وبتتعامل مع الموضوع ببرود تام وبسكوت وما بتردش. فلما ما بتردش بنعرف ان ده انت ما الحاجه دي اصلا مش حاصله، الحاجه دي اوريدي مش حاصله عندك، فانت مش محتاج تطلع ترد. طب الحاجه دي لو حاصله فالمفروض اطلع اثبت، اقول انا يا جماعه حصل عندي 1 2 3 لعيبه ضربت في بعض، لعيبه سوت في بعض، وانا هنعاقب، واحنا هنعاقب اللاعب كذا وكذا 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 وغرامه كذا كذا، زي ما انت بتعمل مع اللعيبه اللي بتغلط. ولا هي عشان اللعيبه، ولا هي عشان يعني الموضوع حاصل مع اللعيبه وبينها وبين بعضيها لازم الموقف يحصل مع المدير الكوره علشان يتم اتخاذ اجراء في الموضوع، فنعلن للناس نعرفهم ان في فلان غلط في مدير الكوره؟ لازم مدير الكوره؟ مش اي مواضيع تانية؟ مش مسموح لي ان انا اعرف اي حاجه خالص في اي مواضيع تانية تخص اللعيبه عامه وتخص النادي؟ مش مسموح لي، ها؟ فالمفروض ان انت طالما ما نزلتش تاني، زي ما انت طالما انت ما نزلتش عن الواقعه يبقى ما فيش حاجه حصلت. طب انت لو نزلت، هي انت ما قدامكش غير ان انت تنزل ان حصل كذا كذا واحنا هنعاقب اللعيبه ومش عارف ايه. انما اللي صدر حاجه تانية تماما ما كناش متوقعينها. بتنزل لي بيان على اللاعب اتزحلق في الحمام. انا مش يعني الموضوع لحد دلوقتي مش داخل دماغي، والموضوع بايت عليه دلوقتي لحد دلوقتي بتاع يوم او يومين تقريبا. بتاع بقاله يومين من اول امبارح الحوار ده. الموضوع مش داخل دماغي لحد دلوقتي، وانا سكت وفضلت ساكت اشوف السوشيال ميديا ايه الدنيا فيها، اشوف ايه اللي داير. مفيش اي جديد. اخر جديد كان موجود اللي انت البيانات اللي انت نزلتها 3 بيانات، مش بيان واحد، مش بيان عمر كمال بس هو بيان عمر كمال هو اللي يعني هو اكتر حاجه شداني، فاهم؟ ف عذرا لو في صوت الزبال بس تاني، نفس الحلقه اللي فاتت، الراجل بيعدي هنا 7 مرات في اليوم وبينسى كل مره ان هو عدى هنا. ما علينا. مش عارف اشيل صوته في المونتاج خالص. فانت عامه نرجع لموضوعنا تاني. البيانات اللي انت نزلتها ال3 اكتر بيان فيهم يعني مثير للجدل اكتر بيان بتاع عمر كمال. ليه بتنزل لي عن لاعب اتزحلق في الحمام؟ طيب هنقرا، انا جايب التاب قدامي كده عشان اقرا البيان وما سقطش جمله فيه. تمام. كشف الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي ان الاصابه التي تعرض لها اللاعب عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجه انزلاق احدى قدميه اثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.
وهيريح ويجي التمرينه اللي هي الجمعه اللي هي النهارده، تمام. ركز في التمرينه اللي هو المفروض يرجع فيها، تمام، عشان الثلاث لعيبه هيرجعوا في نفس اليوم اللي هو النهارده. في المطرح ما انا بنزل فيديو النهارده، انا كنت عايز انزل حلقه امبارح بس ايه، قلت خليها الجمعه احسن، تبقى الناس اجازه وتتفرج يعني. فالمفروض ان هو يرجع التمرين، المفروض ان هو رجع التمرينه بتاعت النهارده بتاعت الجمعه، تمام. طيب بعقلك، لاعب اتزحلق في الحمام. انا عمري ما وقعت في الحمام، انا وقعت في الحمام كتير قبل كده، عمري ما وقعت في الحمام واتقطعت. انا اول مره اسمعها ان حد يقع في الحمام ويتقطع. دي غريبه، دي غريبه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك تتقطع ان انت المرايه تحتيك، الازاز تحت، فاهم، الازاز تحت على الارض كده وانت خارج من البانيو وقمت دايس عليه واقع، او متزحلق واقع فسندت بايدك فاتقطعت، يا في سكاكين تحتيك. ده مش منطقي ان انا واقف في البانيو او واقف في الشاور بوكس، او ما عنديش ولا بانيو ولا شاور بوكس، واقف كده وخلاص ايا كان، وفي صابونه هنا جنبي، فانا بدل ما اعمل كده قمت جايبها كده، فالتوت احدى قدمي في بعض فانزلقت، فقمت واقع، ايدي مقطوعه، واخد 4 غرز في ايدي. اعقلها، يعني انت عاقلها، هل ده منطقي؟ فيعني انا مش عارف. وحتى لو هصدقكم، يا عم انا هصدقكم، انا هصدقكم. احنا من امتى بننزل البيانات عشان لعيبه اتزحلقت في الحمام؟ لا بجد والله، من امتى؟ انتوا دماغكم فين؟ هو الاداره واعيه اللي بيحصل؟ طب يا كابتن يا محمود الخطيب، يعني مع احترامي لحضرتك، يعني حضرتك المفروض بيعدي من تحتيك كل الحاجه اللي هتنزل على النت، بتعدي من تحت ايدك الاول، تبص عليها الاول وبعد كده توافق عليها، يا تنزل يا ما تنزلش. والكلام ده عن لسان ناس كتير جدا في النادي، وحتى تقريبا لو انا فاكر صح عن باشمهندس عادل القيعي يتكلم في حاجه زي كده، وقال ان الحاجات دي كلها بتروح على كابتن الخطيب الاول. بيانات وحاجات اللي بتنزل على النت كلها بتروح على كابتن محمود الخطيب الاول، بعد كده هو يوافق عليها او ما يوافقش، عشان ما بيحبش يبقى في حاجه تنزل تثير الجدل وتعمل مشاكل بين الجماهير وبعضها، تمام. بالاخص يعني جماهير الزمالك، وما بيحبوش ينزلوا بيانات عن جماهير الزمالك، عن نادي الزمالك ولا اي حاجه خالص. طيب يعني هما بس انتوا مع احترامي، يعني مع كامل احترامي لمكاناتكم ولسنكم يعني ولتاريخكم والكلام ده كله، هو انتوا ما بتخافوش على مشاعر حد غير الزمالك وجمهور الزمالك؟ احنا فين؟ احنا فين من القصه دي؟ معلش، يعني حضرتك بيعدي عليك كل الحاجات اللي بتنزل على النت وبتوافق عليها يا ما توافقش، يعني بارادتك، تمام. يعني حضرتك متخصص في الموضوع ده، اكتبه شوفوا انت هتعملوا ايه وهاتوا البيان اشوفه واراجعه. فده بيان ينزل، يعني انا راضي ذمتكم كلكم والله، يعني ده بيان ينزل؟ يعني ايه انا بنزل بيان عن لاعب اتزحلق في الحمام يا جماعه؟ ايه يا جدعان ده؟ يعني طب اللاعب لو نزلها على الستوري عندي على الانستجرام منطقي، انتوا في حاجات ساعات بتخلوا اللعيبه تنزل ستوريات اعتذارات او كلام عامه، بتخلوا اللعيبه بتبقوا قائمين على الاستوريات اللي بتنزل من اللعيبه. فكان هيجرى ايه لما يقوم متصور لي مثلا كده وحصل كذا كذا كذا؟ يا جماعه اقسم بالله ما كان حد هيراجع وراه، والله ما حد كان هيشكك، كان قليل بس اللي هيشكك، والله العظيم كنا الاغلبيه كانت هتصدق، انا نفسي كنت هصدق، كنت همشي مع الكلام اللي هو بيقوله. بس ان انت تنزل لي بيان تقول لي هتتزحلق في الحمام وخد 4 غرز في ايده، لا ما هو انت كده مبين ان ده خناقه، كده في ستارز جه في ايديه، يعني هو كده جاي بيتخانق، قام في حد قال له بس يا ابن مش عارف، مديله بالرجل وقام قاطع له بالستارز ايديه، مع الدبابيس بتاعت الستارز قامت جايه قاطعه له مديها له 4 غرز في ايديه. ده التفسير المنطقي للموضوع. يا نهار ابيض، انا كنت اوقع الموبايل. ده التفسير المنطقي للموضوع بالنسبه لي، انا ما عنديش اي تفسير تاني. سيبك من البيان ده، تعال على البيان اللي بعده. ثانيه واحده، لا مش دوت، تاني فين؟ دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي اعلن عن الاصابة اللي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم، عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي ستزول تدريجيا، وحاليا مش عارف ايه حالته سليمة ومش عارف ايه، وهيجي يوم الجمعة برضه. البيان ده كان نازل برضه في نفس التوقيت تقريبا.
انا بصيت تقريبا كانش في بينهم، ما كملش ساعه ما بين ما بين البيان ده والبيان التاني. سبحان الله. يعني الشناوي كمان جات له كدمه في كتفه اليمين ومش هيعرف يجي التمرين لحد يوم الجمعه اللي هو النهارده برضه، فيعني اللي هم رجعوا النهارده. تمام. تمام. تعال على البيان التالت. البيان التالت بقى بيقول لك ايه؟ قال الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي ان غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويلتقي اللاعب العلاج وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد اللي هو الجمعة. طيب أنا معرفش ومحدش يعرف، مفيش حد يعرف خالص غير كنتوا بيرسي تاو غاب عن التمرين قبل كده ولا لأ؟ لان انتوا كده كده قافلين السور بتاع الملعب، يعني انتوا كده كده قافلين السور بتاع، محوطين السور بتاع استاد التتش، ما فيش حد بيشوف حاجه. الناس اللي جوه لما كنا في الاول كان الناس تخش تبص على التمرين وتتفرج على اللعيبه من ورا السلك وبتاع، تقعد تنده لهم وعايزين يتصوروا معاهم والكلام ده كله. انت دلوقتي مغطي الملعب، يعني انت دلوقتي مغطي الملعب، مكفر الملعب كله بيافطات وبتاع وحاجات من دي. هنعرف ازاي؟ مش هنعرف اساسا اذا كان بيرسي تاو غايب قبل الواقعة ولا غايب من ساعتها، من اول ما الواقعة دي حصلت، وجاي برضو يوم الجمعة. سبحان الله. فانا مش عارف افسرها لكم، مش عارف الاقي لكم حته، لان انتوا دبستوا نفسكم في الموضوع، انتوا دبستوا نفسكم في ان اللي حصل ده كان فعلا يعني حصل بجد. الاشاعه اللي نزلت دي كانت فعلا حصلت بجد، وان الكلام ده كله مش فيك، الكلام ده كله حقيقي. انتوا دبستوا نفسكم قوي في الحوار ده، فيعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه، يعني ما عنديش كلام اقوله. مش عارف ليه الاداره يعني الاداره هتفضل لحد امتى بتتعامل مع دماغتنا على ان احنا عيال صغيره؟ ما مش كده، مش كده. يعني الجمهور اللي بيحضر في المدرج ده مش هو جمهور الاهلي، مش هو ده بس جمهور الاهلي. مش عايز اقول مش هم جمهور الاهلي مش هم بيشجعوش ومش عارف ايه، مش عايز اخسف بحقهم، يعني مش عايز يعني مش عايز اجي ناحيتهم عامه، مش عايز ذم فيهم اقصد، يعني مش عارف انا بتلعثم ليه. بس انتوا عارفين ومتأكدين مليون في المية ان الجمهور اللي موجود في المدرج مش هو الجمهور بتاع زمان. دول اللي انتوا تضحكوا عليهم، الناس دي اللي انتوا تضحكوا عليهم، انما احنا لا. الناس القديمة اللي بتشجع النادي الاهلي بعقلها وبتجرد العاطفة تماما، وبتشجع بالعقل، الناس دي مش هتعرفوا تضحك عليهم. والناس دي هي الاكتر اساسا انتشارا، بس مش معنى ان هم مش موجودين في مدرجات يبقى الناس دي ممحيه والناس دي ما بقتش موجوده. الناس دي موجوده بقى لحد دلوقتي والله، ما متناش. يعني انت بتتكلم في بتاع اكتر من 70 من 80 مليون واحد. انا مش مقتنع اساسا ان احنا، يعني احنا 110 مليون، انا مش مقتنع ان في زملكاويه اصلا يتجاوزوا ال 20 مليون اساسا. انا مش متخيلها. احنا بس انا همشيها 90 مليون اهلاوي بس كده بالحب يعني. بس انا من وجهة نظري شايف ان مثلا 10 مليون اهلاوي، وفي 10% التانيين، ال 10 مليون التانيين ما بين بقى اللي ما بيحبش كوره والزملكاوي والمحلاوي والبورسعيدي والاسماعيلي وكده يعني. بس يعني اتمنى، ما اعرفش للمره الكام، وانا مش اول ولا اخر واحد يتكلم في حاجه زي كده. ناس كتير جدا اتكلمت في حاجه زي كده. ما تستخفوش بدماغ الجمهور يا جماعه. الجمهور ده مش دماغ، الجمهور ده مش عيال صغيره، وربنا الجمهور ده ما بينام، مش حاطط صباعه في بقه وعمال بيمصمص فيه، مش كده. الجمهور عارف ليه ايه وعليه ايه، وعارف انتوا ليكوا ايه وعليكوا ايه. انتوا بتاخدوا فلوس، انتوا مش قاعدين في النادي، النادي ده مش بتاعكوا، انتوا بتاخدوا فلوس. احنا ما بناخدش حاجه. الناس اللي بتحب النادي بجد الناس اللي فعلا ما بتاخدش حاجه. انما انتوا قاعدين يعني انتوا قاعدين شويه وهتتنقلوا تغوروا في داهيه. مع احترامي يعني يا عم، احترامي للناس تانية، بلاش نقل ادبنا، بلاش، انا اسف مش هقل ادبي. قاعدين شويه وهتتكلوا على الله، تشوفوا طريق تاني، بلاش نقل ادبنا، الناس كبيره. ف فانتوا يعني في الاخر مين اللي هيبقى ومين اللي هيفضل للنادي؟ احنا لعيبه ماشيه، احنا اللي هنفضل قاعدين. كن الحوار ده على جنب كمان. تاني حوار تاني بتستخفوا بدماغ الناس. من بعد ما خسرنا الماتش على طول، بعد ما خسرنا الماتش بتاع باتشوكا على طول مباشرة تاني يوم، الخطيب اسمه ده هيشتري حمدي فتحي إعارة 6 شهور
عشان يجي يلعب الماتشات بتاعت كاس العالم للانديه، يجي يلعب تقريبا اول 3 ماتشات ويتكل على الله يرجع تاني. انتوا بتضحكوا علينا، ها؟ انتوا كده خلاص. احنا كده بقى نقول لكم الله الله يا اداره الاهلي، الله يا كابتن محمود يا خطيب على الصفقات المميته. هي دي، هو ده الكلام، هي دي الصفقات. لا يا باشا، دي مش صفقات ولا حاجه. لاعب كان عندي بعيدا عن، بص انا بحب حمدي فتحي، انا بحب حمدي فتحي كده جدا، بغض النظر عن ان هو سابنا وشاف مصلحته، بس انا لاعب ما شفتش منه اي يعني اي تجاوزات في النادي، ولا شفت منه تخاذل، ولا شفت منه اي حاجه وحشه. حمدي فتحي صفقه كويسه مش وحشه، انا ما بقولش حاجه، بس هات لك ما تجيب لي حمدي فتحي، طب ثبته معايا تاني طالما هي كده. وبعدين في حته كمان، طب انت لاعب بعيدا عن ان انا بحبه والله العظيم، بس انت لاعب سابك عشان فلوس، هو سابك عشان فلوس. حمدي فتحي ما رضيش يكمل مع النادي الاهلي. حمدي فتحي شفت له لقاء قبل كده، مش عارف كان باين بعد ماتش تقريبا ولا كان في برنامج ولا معرفش ايه، كان بيتكلم ان النادي الاهلي ده فيه ضغوطات كتير، وان اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي بيبقى مضغوط ومش عارف ايه، وانا كنت محطوط تحت بريشر جامد قوي وبتاع، وكنت عايز ان انا اهدى شويه وكده، فاختار هو سكته وهي باينه، اللي هو كلامه رايح في حته ان هو انا عايز راحه الدماغ وعايز اريح بالي، اقعد في حته العب لي ماتش وماتش لا، او العب ماتش وماتشين 3 لا، واخد فلوس وملايين قد كده مش مهم. فهو كده كده كان بايع الموضوع تماما، ومش عايز ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي، علشان هو شايف ان الموضوع ضغط كبير عليه جدا، وهو كان شايف ان طبعا ده رزق وانا مش هتكلم فيه يعني. فانت تروح تسعى ان انت تجيب لاعب زي ده، وريتك لما جبته كمان، انت جبته كمان بعقد يعني كذا سنه، انت جايبه عرض 6 شهور. فده يا فرحتي يعني، يا فرحتي هيجي يلعب معايا الحبه دول ويرجع تاني وكأن شيئا لم يكن. طيب سيبك من يعني انت لما تجيب لي حمدي فتحي كده بقى بالتبعيه كده وبالمنطقي كده، ان انا اقوم مترجم بقى، لا ده انت هتقوم مرجع لي بقى ديانج، وهترجع لي احمد عبد القادر، وهترجع لي اللعيبه اللي انا مطلعها من عندي. انا مش عايز اللعيبه دي، انا مش عايز اللعيبه دي، انا عايز صفقات. انا اللعيبه دي لما كانت عايز عندي، لما كانت اللعيبه دي متواجده عندي، انا كنت بقول عايز صفقات، عايز لعيبه تانية، عايز ناس محترفه. اصرفوا، كفايه بخل، كفايه بخل. لما تصرف في حاجه يعني عليها القيمه، اكيد هتجيب ثمارها معاك، هتجني ثمارها، هتجني ثمارها. عندك لعيبه اقسم بالله ينفع تمشيها وهتجيب مكانها احسن منها بكتير جدا والله. كهربا ينفع يمشي، هات فلوس يا عم، وهات فلوس امام برضه، هو كمان بيعه ملوش لازمه بالنسبه لي، ملوش عايز، انا ما بحبوش اصلا. خلاص انا اللاعب ده انا اتقفلت منه من ساعه اخر كمان موقف بتاع محمد رمضان لما غلط فيه ونزل ستوري لواحد صاحبه وهو بيقول له كرهتني في الشهر الكريم وها وبيضحكوا شغل ضيق كده. من ساعتها وانا مش طايقه، وانا اصلا مش طايقه من قبل كده، بس دي كمان زودت. بيع اللعيبه دي يا باشا، احنا مش عايزينهم. وانت لما هتيجي تبيع لعيبه انا اقول لك انت بتعمل ايه؟ مش هقول لك انت بتعمل ايه، طالما اللاعب اللي انت بتبيعه ده هو اذاني واذى النادي واهان النادي وعمل مشاكل وخلاص، خلاص انا مش عايزه، خلاص تخليه يترمي بره. اتعاقب قبل كده بمليون، خد مش عارف كام، خد كذا خد كذا، انا ما يعني خلاص اللاعب لسه زي ما هو ولسه طريقته زي ما هي، خلاص غوره في داهيه، انا مش عايزه. مش عايزه نعلقه الجون والاسيست اللي يجي منه يا اخي، ما خلاص تطز فيه يا اخي. مش كده، مش كده خالص يا جدعان. انا ما بقولش مثلا ان مثلا امام عاشور مثلا، امام عاشور ما بقولش ان هو وحش، لاعب كويس وممتاز ويعني صفقه ناجحه لاي فريق بيفكر ان هو يجيب الواد ده، وما شاء الله عليه ولعبه كويس واحسن خط نص في مصر، بس انا مش شايفه، مش معتمده في النادي الاهلي. خلاص خلاص انا قفلت من ناحيته. كهربا ما تغوره في داهيه، بيعمل ايه عندك؟ بيرسي تاو ما يتحرق بجاز، بيعمل ايه عندك؟ بيرسي تاو قاعد معاكم ومبسوط جدا ان هو قاعد معانا، مبسوط قوي ان هو قاعد في النادي الاهلي، وما بيلعبش وبياخد فلوس، ما بيلعبش وبياخد مليون و400 تقريبا، انا ما اعرفش بياخد كام والله. مش هينزل مرتبه عن مليون و200 دولار، مليون و200 الف دولار، مش هينزل عن مرتبه عن السعر ده. انا ما اعرفش هو كام، بس مش هينزل عن السعر ده والله. اللي خليه يبقى متمسك قوي ان هو عايز يفضل قاعد في النادي الاهلي، ومبسوط ان هو موجود في النادي الاهلي وما بيأديش حاجه. اول مره اشوف وينج بياخد الكوره وبيرجع لي تاني. يا ابني اطلع قدام، انا بديها لك عشان تديني حل قدام تقوم راجع لي تاني. كهربا المهاجم المحطه قاعد عندك بيعمل ايه؟ كريم نيدفيد قاعد عندك بيعمل ايه؟ فما في لعيبه وفي اسئله كده مش فاهمها.
اشرف داري، انت اشرف داري قاعد في المستشفى من ساعه ما جه. يوسف ايمن، يوسف ايمن برضه فين؟ انا مش لاقيه. كريم الدبيس ولا مش فاكر كان كريم مين، مش فاكر كان مين، تقريبا كريم الدبيس. هو الماتش بتاع باتشوكا ده عيط لما ما نزلش، في لاعب عيط لما ما نزلش، كان هينزل ونزل بداله تقريبا عمر كمال ساعتها. ولا مش فاكر نزل بداله مين، في تبديله حصلت، وفي كان حد المفروض ان هو مستني ان هو ينزل، انا نسيت فجأة مش عارف ليه. عيط ان هو ما نزلش. ظالم لعيبه عندك في الفرقه بسبب ان في لعيبه تانية مديها انت مكانه مش مكانتها اساسا وما تستحقهاش. حد زي الشناوي ده قاعد عندي بيعمل ايه اصلا؟ انا خلاص يا عم، ما انا عندي شوبير، ما تمشي الشناوي خليه يعتزل، ولا قعده بره على الدكه، ولا اعمل اي خرا، اعمل اي نيله. ليه ما عنديش خط نص كويس؟ ليه عندي خلاص من بعد ما عبد المنعم مشي ليه ما جبتش صفقه عدله؟ جبت لي يوسف ايمن، جبت لي موديل عينيه حلوه ومش عارف ايه وبتصور لي. اشرف داري انا مش عارف والله انا نسيت شكل اشرف داري، والله نسيت شكله، والله العظيم ثلاثه نسيت ملامحه عامله ازاي. انا مش فاكر. انا هبقى سيرش بعد ما اخلص بالفيديو، هبقى سيرش هكتب اشرف داري، هخش اشوف وشه عامل ازاي. والله ما فاكر شكله يا جدعان، والله ما فاكر هو بيلبس رقم كام. ما عنديش حد في خط النص يحرك لي لعب، ما عنديش في خط النص حد مركز 10. حتى قفشه نفسه انت ما بتشاركوش كويس، ما بتخلوش يلعب بشكل مستمر. يعمل لك ماتش كويس تقوم مقعده، طب ليه؟ مدرب نفسه اصلا محتاج يمشي يا جدعان، يصرفوا على الفرقه يا جدعان، يصرفوا على الفرقه. مش حمدي فتحي اللي هيجي يصحي لي الميت يعني، وهيجي يجيب لي البطولات وهو اللي هيجيب لي كاس العالم يا جدعان، مش كده يا جدعان. اصرفوا على الفرقه بشكل كويس. انا شفت فيديو لواحد، ممكن ابقى احط اللينك بتاع الفيديو بتاعه في الديسكريبشن. شفت فيديو لواحد كان عامل احصائيه كده، حد من صحاب اسلام مهدي، مش فاكر كان اسمه عبد الله باين ولا زعبله حاجه كده، والله ابقى احط عامه الحلقه بتاعته عامه لو حد عايز يتفرج عليها. ده مش اعلان، هو ما يعرفنيش، بس يعني احصائيه كده انا مش فاكرها دلوقتي، فلو عايز تشوفها روح له. احصائيه بعدد الصفقات اللي عملها محمود الخطيب من ساعه ما جه النادي، من اغسطس 2017 تقريبا، هو جاي في اغسطس لحد دلوقتي بتاع حوالي 17 صفقه. يعني لعيبه محترفه من بره، حوالي بتاع 17 او 20، مفيش ولا منهم واحده ناجحه خالص. طلع لك من الليله دي كلها، طلع لك منها 2 3، وعمل لك احصائيه، جمع لك الفلوس من على فلوس اللعيبه اللي احنا دفعناها عشان نجيبها، والفلوس اللي جات لنا عشان اللعيبه تمشي. خسرانين 6 مليون ونص دولار تقريبا، دافعين 10 مليون تقريبا ولا 10 ونص مليون دولار خلال من 2017 لحد دلوقتي، وراجع لنا منهم 4 مليون، فاحنا خسرانين حوالي 6 مليون. خش على الحلقه اللي انا هسيبها لك عندي في الديسكربشن، خش شوفها بالمره. الانستجرام تحت يعني، لو عايز تخش تعمل لي فولو يعني، مش هقول لك لا. ف يعني انتوا بتديروا الملف ده ازاي يا جماعه؟ يا جماعه بتفكروا ازاي؟ انتوا دماغكم فين؟ انتوا بتبقوا قاعدين طب سكرانين، ولا قاعدين محششين، ولا انتوا بتبقوا قاعدين محببين ايه يا جدعان؟ والله ما انا بقيت عارف، والله العظيم ثلاثه ده بقى نادي مبادئ ولا بقى نادي ايه بالظبط؟ اقسم بالله ما بقيت عارف لكم. بس انا اقسم بالله عارف، واللي متاكد منه ان مبادئ النادي الاهلي عمرها ما اتطبقت بشكل كويس قوي الا على الجمهور، ما اتطبقتش على الاداره، ما اتطبقتش على الاداره 100%. اللي بتطبق عليه 100% الجمهور. والجمهور طبعا مش هقول الجمهور كله، مش هقول الجمهور كله، فئه من الجمهور كلنا عارفينها، الجروبات والكلام ده والناس القديمه. انما انتوا خلاص، انتوا ما بقيتوش بتنفذوا المبادئ اللي احنا بنتكلم عليها خالص. يعني مش عارف كابتن صالح سليم لو كان عارف ان في حاجه اسمها فيسبوك بعد كده، وان في نت وفي بيانات بتنزل، وكان جه مثلا شاف بيان للنادي الاهلي منزل بيان عن لاعب اتزحلق. انا مش عارف، مش عارف والله يا جدعان، مش عارف اتكلم. خلاص عصرت دماغي وعصرت لساني وقلت كل اللي انا عايز اقوله. في مواضيع تانية عايز اتكلم فيها، بس خلينا نقفل لحد هنا. خلينا نقفل لحد هنا. وبس اخر نقطة بالظبط يعني بالمرة بالظبط بقى طالما انا افتكرتها، شايف ايه بالظبط اللي جت في النص ده يا جدعان؟ معلش، ما انا ما تاخذونيش في الكلام يعني، انت اخوات عادي، حبايبي عادي، مش فارقة كتير يعني.
بالمره من ضمن الحاجات الاستخفافات اللي بتحصل بدماغ الجمهور، الاستخفاف اللي بيحصل على الجمهور، وان هم مش متخيلين برضه، مش مدركين ان الجمهور دماغه اكبر من كده بكتير. مارسيل كولر اللي قام منزل لي بوست بعد ما باتشوكا خسرنا منه، عن منزل بوست ان الفريق عمل اللي عليه واحنا عملنا اللي علينا بس ساعات ما بيبقاش كافي. ونزل بوست على انستجرام ممكن تبقى تخش تشوفه، واسمه ايه ده، وكتب عمر كمال وكهربا وخالد عبد الفتاح عملوا اللي عليهم. ولا هم عملوا اللي عليهم، ولا انت عملت اللي عليك، ولا اللعيبه كلها عملت اللي عليها. لو كنتوا عملتوا اللي عليكم ما كناش وصلنا لضربات جزاء اصلا اساسا. مفيش حاجه اسمها اللي احنا بنعمل اللي علينا وساعات ما بيبقاش كافي، مفيش كده. اقول لك كده لو انت فعلا بتلعب فرقه يعني بنفس مستواك انت بتلعب فرقه مستواها عالي معاك، انتوا قاعدين، انت هنا بتدب هنا وهم بيدبوا هنا، وانت بتدب هنا وانتوا بتدبوا هنا، يعني على الاقل مثلا كنتوا مثلا ايه تعادلتوا مثلا 2-2 مثلا. لو فرقه كبيره بقى انا هقول لك ان لا، ده انا محتاج ان انا اروح ضربات جزاء وانا هسعى لده. انما انت فرقه انت عارف ان منظمها بشكل زباله، وعارف ان انت مالكش شخصيه في الملعب، وعارف ان انت مالكش شخصيه في اوضه اللبس، واللي بتنزل اللي على مزاجك وتطلع اللي على مزاجك يعني لحد دلوقتي الكلام، لحد دلوقتي مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه نفت الكلام ده لحد دلوقتي. وسام ابو علي، المعلومه اللي منتشره ان هو ما طلع واتبدل ونزل بداله كهربا، نزل كده مش عشان وسام ابو علي متصاب. فانت بص مديرك الفني بيعمل فيك ايه، وبص اللعيبه بتعمل فيك ايه، وبص انت نفسك بتعمل في نفسك ايه. فوقوا علشان والله العظيم ثلاثة هتودوا النادي في حتة أوحش من كده بكتير لو فضلتوا على المنظر ده. أنا مش شايف للنادي الأهلي أي بصيص أمل خالص. فنفس الإدارة تفوق وتصحصح كده، تفوق لنفسها. بس ده الفيديو بتاع النهارده كده يعني. آسف لو طولت شوية، 27 دقيقة مش طويل أوي يعني، في تقدم. الحلقة اللي فاتت كانت 33. يلا سلام عليكم.